ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو عملناه. عارفه اني كنت مقصره معاكم، ولكن سامحوني، كنت تعبانه جدا الفتره اللي فاتت. بس رجعت لكم تاني، وان شاء الله نرجع نعمل فيديوهات احسن من الاول كمان. اول مره هعمل فيديو بدون ما اكون محضره الموضوع اللي هتكلم فيه، عشان كده الفيديو ده كل حرف فيه خارج من القلب بدون ما اجهز له. فسامحوني لو خرجت عن المألوف، وسامحوني على صوتي واتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. مش عارفة ابدأ منين ولا لاقية مفردات تعبر عن اللي عايزة اقوله. بس بعد ما كبرت ونضجت اكتشفت اني عايشة في زمن مش زماني ولا دنيا بتاعتي اصلا. بجد والله زي ما بقولكم كده، لما تكون متربي قوي واهلك مجهزينك تبقى شخص محترم وسوي وتتعامل بأدمية، طول الوقت عارف ان هو ده الصح لان هو ده اللي اتربيت عليه، ويجي الوقت انك تخرج وتقابل الحياة وفجأة تكتشف ان كل اللي حواليك بيعاملوك على انهم هم الصح وانت واللي شبهك الغلط. تمشي في الشارع تلاقي حاجات بتحصل، ولما تقول ان ده غلط يقولك يا عم انت معقدة، وده انفتاح وحرية شخصية. تلاقي الست شايلة المسؤولية والراجل قاعد في البيت ورامي عياله يقولك مساواة. أطفال أو شباب بيضايقوا شخص كبير أو مسن ويتريقوا عليه، وتيجي تمنعهم وتقول لهم عيب يقولك مالك يا عم بنهزر. لما تسمع ألفاظ ما يصحش تتقال وتحس وكأنهم بيرموا السلام أو بيقولوا صباح الخير مثلا من كتر ما هي معتادة. هو ده بجد بقى بيحصل؟ طيب ولو ده العادي، امال اللي اتربينا عليه هل كان غلط من البداية؟ بتحاول تفهم بس مش قادر، وهنا بيبدأ الصراع بين ضميرك وبين عقلك، وساعتها لازم حد يتغلب على التاني. لو عقلك اللي غلب ضميرك تكره نفسك وانت بتبصلها في المراية ومش عارف انت مين، وكأنها تاهت منك وسط الغابة اللي بتعيش فيها، وتتحول من سيء لأسوأ لحد ما تنتهي وتبقى شبههم. أما بقى لو ضميرك ومعتقداتك اللي اتربيت عليها هي اللي تغلبت على عقلك، هنا بقى بتبقى المحنة الأكبر. تبدأ تكتئب لأنك مش عارف تتعايش مع اللي حواليك، فتختصر التعامل وتبدأ الحرب الجديدة. تواجه كراهية من كل اللي حواليك، ومهما حاولت هتفشل في حياتك اللي انت مش فاهمها أصلا. في شغلك اللي بيحاط بأعداء كتير عايزين يوقعوك، اللي يقولك مغرور واللي يقولك ايه يا عم انت فاكر نفسك أحسن مننا، فيحاولوا يجروك لطريقهم عشان ما تبقاش أحسن منهم، وتعيش عمرك كله تحارب وتقاوم انك ما تقعش. فيعدي العمر وتبقى مهلك، مش عارف تقضي حتى أبسط الأمور، ولا عارف تربي أولادك زيك ويعانوا زي ما عانيت، ولا عارف تخلي الدنيا هي اللي تربيهم عشان يعرفوا يعيشوا في الغابة اللي معرفتش تعيش فيها، ولا عارف تقدم لهم أي شيء لأنك أصبحت زي الزومبي، ميت حي، وغداك الدوامة بتسحبك لمجهول ربنا وحده اللي عالم بيه. شاركوني بآرائكم وتجاربكم، ولو بتعانوا من نفس المشكلة اكتبولي عشان نعرف كام واحد معانا في المركب، ويا ترى ممكن نخرج من الدوامة دي احنا وأولادنا بسلام ازاي. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.